ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. فيديو النهارده هنروح فيه قرية لاسيرينا ريزورت في العين السخنة بعد بورتو سخنة كده تقريبا ب15 كيلو. القرية دي قبل ما اروح فيها دورت كتير جدا على النت، لكن في حاجات كتير ما قالوهاش وشفتها هناك في القرية، في مميزات كتير وفي عيوب كمان كتير. تعالوا مع بعض نروح القرية ونشوف كل حاجة فيها واوريكم كل التفاصيل اللي انتم محتاجين تعرفوها، وهقول لكم من خلال تجربتي المميزات اللي لقيتها والعيوب كمان اللي موجودة في القرية دي بكل مصداقية. لكن قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض يا ريت تنزلوا تشتركوا في القناة بتاعتنا وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، واتفرجوا على بقية الفيديوهات هوريكم فيها مناطق كتير جدا ان شاء الله هتعجبكم. دي القرية من جوه، وده منطقة اللي فيها حمام السباحة. في هناك اكتر من حمام سباحة واحد. في ده اللي احنا ماشيين عليه حمام سباحة من غير اكوا بارك. هي طبعا ما فيهاش اكوا بارك كبيرة، لكن فيها اكوا بارك هنشوفه كمان شوية. ده اول حمام سباحة موجود، وده شكل الجاردن اللي موجودة على الشاليهات بتاعة القرية. في فيلل هناك وفي شاليهات، وفي شاليهات بأوضتين وفي غرفة واحدة، يعني على حسب عدد الافراد اللي موجودين في القرية اللي رايحينها. ده حمام سباحة عمقه يعني حلو للكبار، وطبعا حوالين حمام السباحة في كراسي وترابيزات وشيزلونجات زي ما انتوا شايفين وهتشوفوا. انا طبعا بصور لكم الوقت اللي كان بعد الساعة 7، فكان كله خلاص طلعوا من حمام السباحة، وكان العمال يعني بينظفوا بيحطوا الكلور في البسين. وطبعا زي ما انتوا شايفين قدامكم في بسين جوه بسين كده، فالبسين الصغير اللي بتاع الاطفال حلو جدا ومناسب جدا للاطفال، تحطوهم فيه وانتم مطمنين. من 3 سنين كده حلو، وجايبين طول وحلو قوي يعني. طبعا النظافة على البسين كانت محترمة جدا، الدنيا نظيفة، لكن ما كانش فيه خدمات حوالين البسين ده، يعني ما فيش مثلا بار ولا في اي مشروبات. البسين ده كان كده يعني، وهو يعني كل شاليهات او كل مجموعة شاليهات فيها البسين اللي يخصها. تعالوا مع بعض بقى نروح البحر. ده الطريق بتاع البحر مش بعيد من الشاليهات، اي مكان كان الشاليهات فين البحر يعتبر قريب منهم كلهم. فده الطريق كده واحنا رايحين. طبعا برضو الطريق يعني بصوا بننزل في مكان تاني، شاليهات ما بين كل مكان والتاني، في باركنج للعربيات. يعني حلو. القرية كبيرة ما شاء الله، فيها كل حاجة تقريبا واسعة ومريحة. كمان ما كانش زحمة خالص، رغم ان انا رايحة في وقت شهر 7، يعني المفروض يبقى الدنيا زحمة جدا جدا، وكنت متخيلة ده، لكن الحمد لله الدنيا كانت رايقة جدا في القرية هناك. نيجي بقى لأهم مكان الناس كلها بتروح المصايف عشانه، وهو البحر. البحر في القرية دي بصراحة في كان شوية كومنتات عليه هنوريها لكم دلوقتي في الفيديو وهقولها لكم. طبعا هو بره البحر الدنيا كانت منظمة جدا، وكراسي وبرضه شيزلونجات وشمسيات، كان المكان نظيف. لكن من العيوب اللي كانت رخمة قوي هناك ان طبعا الامن كان قليل قوي، يعني هو تقريبا فرد امن واحد اللي موجود. ان الشاطئ صخري جدا، مش صخري بسيط. كنت يعني شفت الفيديوهات بيقولوا صخري في الاول بس، لكن هو فعلا كله صخور. الصخور ممكن نمشي عليها لكن صعبة جدا، فالافضل طالما هنروح هناك نجيب كوتش البحر عشان يساعد، لان فعلا رخمة جدا، ولو حد وقع لا قدر الله عليها هيتعور. زي ما انتم شايفين الناس فعلا نازلة في الاول، لكن هي نازلة وقاعدة على صخور. فما كانش يعني الرملة قليلة قوي في المكان. في حمامين، يعني الواحد ياخد فيهم دش بعد ما يعني ينزل المية البحر والملح من عليه، فكانوا 2 بس. البحر ما كانش صافي، يعني بحر القرية دي مش البحر النضيف قوي، هو بحر كده يعني نص نص بصراحة. فالبحر كان هو ممتع، ما فيهوش موجة عالية، لكن ما عجبنيش بدرجة 100%. ده المكان دوت اللي هو فيه البسين التاني اللي هو كان موجود فيه الاكوا بارك. الاكوا بارك في البسين ده مش كبيرة، هي 4 اكوا بارك، نفس الزحاليق اللي موجودة للكبار. دي للكبار مش للصغيرين، بس ما كانش فيها تنوع بصراحة. لكن البسين هنا برضو كان عميق جدا، بس نظافة البسين ده ما كانش برضو عجباني بالشكل الكبير، لان ده تقريبا كل الناس بتنزل فيه اكتر عشان منطقة الاكوا بارك.
وزي ما انتم شايفين برضو في كمية شاليهات موجودين عليه وفيلل برضو في نفس الوقت. طبعا على حسب الحجز بتاعكو، على بتحجزوا يعني على البسين، على الجاردن، على البحر. طبعا كل واحد زي ما بيحب تبع المكان او الشخص اللي بيحجز منه الشاليه بتاعه. وانا رايحه دلوقتي رايحين عند البسين اللي فيه يعتبر اكوا بارك للاطفال، وكان في زحليقه واحده برضو هتشوفوها، هي واحده بس برضو. يعني هو طبعا قريه وهم ما بيقولوا لك ان هو ما فيهوش اكوا بارك. وده خلي بالكم ان في 3 انواع من لاسيرينا. ده كان اسمه لاسيرينا ريزورت، مش ريد كاربت ولا ميني ايجيبت. ده بقى الفندق اللي موجود جوه القريه، في فندق هناك موجود جوه القريه. هدخل اوريكم الريسبشن بتاعه، لان برضو انا ما كنتش حاجزه في الفندق، فما كنتش اقدر ادخل جواه واقول لكم التفاصيل فيه، لكن في هناك فندق برضو. تعالوا بينا ندخل. هو شكله بصراحه محترم ونضيف جدا من جوه. لكن انا كان كومنت برضو صريح جدا في القريه دي ان عدد الافراد اللي مهتمين بيها قليلين قوي. كأمن حتى في الريسبشن هنا تقريبا ما شفتش حد، او كان في حد واحد دخل يعمل حاجة. فدي من الحاجات اللي يعتبر برضو مش لطيفة هناك، لان طبعا اي حاجة بتحصل بتبقى محتاج حد جنبك يساعدك، يقولك رايح فين جاي منين، لو حد لا قدر الله اتعور بتبقى عايز حد من اللي في القرية يفيدوك. فما كانش بس الامن تمام، ما في شكوى، ما كانش في يعني حد بيستوعب الشكوى وبيحلها بسرعة. فدي كانت من الكومنتات او العيوب اللي موجودة في القرية. وده جاردن صغير للاطفال تقريبا، يعني اللي هم الصغيرين قوي، اللي هو كيدز اريا، وكان في قدامه الكيدز اريا بتاع الاطفال الاشد شوية او الاكبر سنا شوية. فبصوا زي برضو نتكلم عن نظافة القرية. القرية كبيرة جدا وبصراحة نظيفة. كل يوم الساعة 12 الصبح بيجي حد بياخد يعني بينظف القرية. وفي هناك ديوز لو الناس اللي حابة تروح ديوز للقرية ديت. بالنسبة للخدمات كان في خدمات جوه القرية وبره القرية، عشان برضو دي من اهم النقط اللي الواحد بيبقى رايح عشانها. في مطاعم هناك مش كتيرة، كريبات، تكة، حاجات كده. وده كان مكان تأجير العجل، بس بصراحة الوقت اللي كنت رايحة فيه ما كانش شغال، فكان بس سألت الساعة هناك، لا نص ساعة ب80 جنيه. فده كده يعني الحاجات المهمة طبعا ان الواحد بيشوفها. في فرن عيش بره، في سوبر ماركت جوه القرية بيبيع عيش برضو، كل يعني المستلزمات اللي محتاجينها، مية، حاجات من دي موجودة جوه القرية وبره القرية زي ما قلت لكم. والاسعار مش غالية، يعني ممكن يزودوا على حاجة مثلا حاجة بسيطة 10 جنيه مثلا عن الحاجات اللي احنا بنجيبها. قارورة المية مثلا ب80 جنيه. لكن في عيب برضو كان القرية بالليل تقريبا هص خالص خالص خالص. مفيش حد تقريبا، يعني من بداية لما الدنيا تبدأ تغفل كده خلاص الناس كلها ضلمت الدنيا وقاعدة في الشاليه بتاعها، والناس الباقية بتبقى قاعدة على البحر في الهدوء اللي موجود. لكن مفيش أنشطة طبعا في القرية، مفيش أي حاجة تفوق أو تصحصح القرية بالليل. ده تقريبا الريفيو كله اللي انا قدرت اجمعه لكم، كل حاجه كنت نفسي اعرفها قبل ما اروح القريه. فبجد لو عجبكم الفيديو او استفدتوا منه يا ريت تنزلوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتتفاعلوا مع القناه وتكتبوا لي كومنتاتكم وايه رايكم في القريه بعد ما رحتوا.